السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية الخاصة في تطور ميداني بارز يحمل دلالات استراتيجية وعسكرية كبرى. نفذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية ضربة جوية دقيقة وحاسمة باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار، أسفرت عن تحييد وتصفية عدد من القيادات البارزة والوازنة في جبهة البوليزاريو الانفصالية. ووفقا للمعطيات الميدانية المؤكدة والمعلومات المسربة من داخل المخيمات، فإن هذا الهجوم النوعي استهدف تجمعات قيادية للميليشيات الانفصالية في المنطقة العازلة، مما أدى إلى مقتل من يوصفون بأعضاء الأمان العامة للجبهة. وجاء على رأس هؤلاء الهالكين المدعو الحبيب محمد عبد العزيز، قائد ما يسمى بلواء الاحتياط، وهو نجل الزعيم السابق للمرتزقة محمد عبد العزيز المراكشي. وقد سادت حالة من الصدمة العارمة والتباكي والذهول داخل حسابات ومنصات الميليشيات الانفصالية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حفلت منصاتهم برثاء يعبر عن حجم الخسارة والأسى، معترفين بمقتل هذا القائد العسكري ومجموعته القيادية المقربة، مما يقطع الشك باليقين حول النجاح المطلق والفعالية الفائقة لهذه الضربة الاستباقية التي نفذتها القوات المغربية باحترافية تامة. تأتي هذه العملية العسكرية الصارمة لتؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أن الأمن القومي للمملكة المغربية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التطاول عليه، وإن أي حماقة أو محاولة لتهديد استقرار أقاليم جنوبية للمملكة أو التفكير في تنفيذ مناوشات إرهابية ستواجه برادع حاسم وقاسي في الزمان والمكان المناسبين. فالجيش المغربي لا يتهاون أبدا في حماية أراضيه، ويثبت في كل موعد مدى جاهزيته واحترافيته العالية وقدرته الاستخبارية الفائقة على رصد التحركات المعادية وشل حركة الأعداء وتدمير معاقلهم بدقة متناهية وبدون أدنى خطأ.